طبعا هو سيء فهم التصريح. أنا ما صرحت أن نسحب البطاقة المدنية. احنا بنبدأ بصرف الجواز الإلكتروني، راح نعطي فترة زمنية لانتهاء الجواز السابق. نعم. طبعا في كثير يمكن يقول لك أنا ما أحتاج الجواز السابق، أسافر بالدول الخليجية عن طريق البطاقة المدنية. تم التنسيق مع الأخوان في البطاقة المدنية، والبطاقة المدنية شركاء معنا في الجواز الإلكتروني. نعم. يعني راح يتواجدون معنا بالمراكز للتدقيق على البطاقات. راح نقفل البطاقة، ما راح يسافر. نعم. يعني اليوم أي مواطن عنده جواز سفر يبلغ فقدان الجواز ما يقدر يسافر بالبطاقة المدنية. فاحنا راح نعطي لمدة السنة بصرف الجواز الإلكتروني إن شاء الله، من بداية الصرف أول جواز. نعم. سنة وينتهي الجواز القديم، على أساس ننتهي ونعلن أن خلاص هذا أنت لما تبي تستبدلين الجواز لازم تبلغين الدول، منظمة الطيران المدني لازم يعرفون أن الدولة هذه كم جواز عندها تستخدم. نعم. ما يصير أنا أستخدم، أقعد لي سنوات طويلة أستخدم الجواز القديم والجواز الجديد.